عارفين يا جماعة الكليات اللي الناس بتقلل منها دي غريبة جدا. تلاقي كلية منهم لما معظم المجالات المهنية في جيبها وبتدرسها، وتلاقي خريجينها عندهم خيارات أوسع بكتير من غيرهم في الشغل، وتقريبا مفيش شركة إلا وتلاقيهم فيها، وتلاقيهم ماسكين أماكن إدارية مهمة جدا من غيرها أبسط حاجة مش هتقبض مرتبك كل أول شهر مثلا. ومع ذلك تلاقي الكليات دي مهمشة، نادرا لما حد بيروحها بإرادته، في الغالب التنسيق هو اللي بيوديه ليها. بس انت لو في ثانوية عامة أو طالب في إحدى الكليات المهمشة دي، ففي الغالب السؤال اللي بتسأله لنفسك هو وبعدين؟ انا لو خلصت ثانويه عامه ودخلت كليه اداب، وبعدين ايه يعني الشغل اللي هيبقى مستنيني لما اتخرج من اداب؟ وايه الكارير اللي ممكن ابنيه من ورا الكليه دي؟ يعني اقصى حاجه يعني هعملها ايه؟ مش فاهم. النوع ده من الاسئله بيكون بسبب انك مش فاهم تاثير الكليه دي على العالم عامل ازاي، ولا فاهم الدراسه اللي جواها بتخليك تعمل ايه بره لما تتخرج. او ممكن تكون حاصر الكليه في انها بتوديك على مجال او اتنين، يعني مش كتير ولا حاجه، وانا مش هبقى مميز عن غيري ولا حاجه لان مني كتير. كميه الاسئله والتفكير اللي من النوع ده بيخليك تاخدها من قصرها وتفكر في غيرها وخلاص، وهو اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، وبتبقى بتكتبها في اخر خانه في التنسيق، وبتبقى خايف ومرعوب تروح لها، ولو دخلت فيها فبتبقى محبط جدا وحاسس ان خلاص كاريرك انتهى. بس انا عاوزاك تهدى كده شويه. كارير ايه اللي انتهى وهو لسه اساسا ما بداش؟ وليه اداب في نظرك وحشه قوي كده؟ انت عارف ان الكليه دي خليط غريب ما بين كليات كتير بره، كليه فيها مجالات كتير قوي من اللي ممكن تكون حاسس انها فاتتك. بس بص، كفايه عليك كده اسئله من غير اجابه. تعالى معايا اخدك في رحله اكلمك فيها عن الكليه دي، وباذن الله اقدر اجاوب على اسئله كتير قوي بتدور في بالك. فانا ده حسن، لاول مره تشوفني وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا. اول مجال بتوفره لك كليه اداب هو مجال اللغات الاجنبيه. انت بتبقى فاكر ان تعليم اللغات الاجنبيه مقتصر بس على كليه ألسن، انما في الحقيقه لا. كليه ألسن مش هي الكليه الوحيده اللي بتؤهلك تشتغل باللغه اللي انت اتعلمتها. كليه اداب فيها اقسام لغات متنوعه جدا: عربي، انجليزي، فرنساوي، الماني، 6.5 hours later. يوناني، ياباني، اسباني، صيني، 2000 years later. ايطالي، روسي، ولغات شرقيه. وفي اقسام اللغات دي انت مش بس بتدرس اللغه، انت كمان بتدرس الفنون الادبيه والشعريه مثلا الخاصه بحضاره كل لغه من اللغات دي. يعني لو انت في اداب قسم انجليزي مثلا، فبتدرس شعر ومسرح باللغه الانجليزيه، روايات ادبيه الانجليز زي ويليام شكسبير، بتدرس الحضاره الانجليزيه مثلا والتاريخ بتاعهم. فده بيخليك بجانب معرفتك للغه الا انك بتبقى مؤهل لكتابه روايات ادبيه مثلا باللغه دي، او ترجمه روايات وكتب ونصوص ادبيه للغات تانية. ودي حاجه مطلوبه جدا على فكره في سوق العمل، وبيؤهلك للدخول كمان في المجال الخاص بالسياحه لدراستك الحضاره والتاريخ. حرفيا بتفتح لك بوابات لعالم مختلف تماما، بتتعرف فيه على ثقافات الشعوب المختلفه حوالين العالم، وايه هي الحاجات اللي اثرت فيهم وازاي بنوا حضاره. خدت بالك احنا قلنا كام مجال مفتوح قدامك باذن الله بعد الخروج من الكليه دي بسبب اللغه بس مش هنكتفي بكده، في كمان حاجات جوه الكليه الجميله دي. كان نفسك تبقى مذيع قبل كده؟ لو الاجابه فاحب اقول لك ان مجال الصحافه والاعلام مش حكر على كليه اعلام فقط. جوه كليه اداب قسم اسمه علوم الاتصال والاعلام، ده بقى تدرس فيه كل حاجة تخص الإعلام، من تحرير وصحافة ومراسلة وكل حاجة تخص الإذاعة والتلفزيون. بيؤهلك القسم ده إنك تشتغل في جميع ما له علاقة بالإعلام، سواء سوشيال ميديا أو راديو أو تلفزيون، يعني إعداد، تقديم، تحرير، هندسة صوت، مونتاج وإخراج تلفزيوني وعلاقات عامة، يعني تنسق مثلا مقابلات مع ناس وغيره. وحاليا كتابة وإعداد المحتوى حاجة منتشرة جدا دلوقتي خصوصا على السوشيال ميديا، واتكلمنا في الموضوع ده في حلقة السوشيال ميديا كونتنت كريتور، تقدر تروح تشوفها بإذن الله. ولسه ما خلصناش على فكرة، وما حللناش كل الخليط اللي كلمتك عنه في الاول، لسه شويه. في علوم كده بتدرس جوه كليه اداب اسمها علوم حياتيه، فيها اقسام متنوعه زي قسم التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفه. واكيد سمعت قبل كده عن اخصائي نفسي، وهو ما بيكونش دكتور لكن خريج اداب علم نفس. والقسم ده ممكن يكون ناس كتير يا اما مش فاهماه صح، او اللي بياخد دبلومه علم نفس ممكن يستخدمها بشكل خاطئ، وده بيخلي المجال ده عليه علامات استفهام كتير وناس كتير بتنتقده. الاخصائي النفسي يا جماعه مختلف عن الطبيب النفسي، الاتنين بيتشابهوا في نقطه العلاج والارشاد السلوكي والتخاطب، ولكن احيانا المريض بيبقى محتاج طبيب نفسي مش اخصائي نفسي. مش عاوزه نبعد عن نقطه الكليه ونركز في التفاصيل، ولكن ابسط مثال هقوله لك ان في مرضى بيحتاجوا تدخل دوائي بشكل عاجل، وده ما يقدرش يعمله الاخصائي النفسي ولكن يقدر يعمله الطبيب النفسي. ملخص الموضوع ان خريج اداب علم نفس مؤهل للارشاد السلوكي والتخاطب والتدريس. مش بتسمع عن اخصائي تعديل سلوك او اخصائي تخاطب؟ لدراستهم علم النفس فيها بيبقوا قادرين يشتغلوا في المجال
المجالات دي. طب والتاريخ بيفتح لك مجال السياحه زي ما قلنا، والتدريس كمان، مجالات الاثار زي التنقيب مثلا. والجغرافيا دي بقى مش هتصدق بجد انه بيتشابه مع مهندس المساحه في نقط كتير جدا. تخيل مجال هندسي من غير دخول هندسه، تحفه صح؟ قسم الجغرافيا بيدرسوا الجغرافيا الطبيعيه والتضاريس، الخرايط، المساحه، البيئه، وده بيؤهله لمجالات كتير جدا زي هندسه المساحه والعمل في مجالات التخطيط العمراني، العمل في مجالات البيئيه، تنقيب مثلا على البترول لانه عارف الجغرافيا والتضاريس والطبيعه الخاصه بالارض والتربه مثلا. ممكن يشتغل في الموانئ البحريه طبعا لانه عارف نظم الخرائط وتحديد المواقع والاتجاهات، وطبعا معرفتهم بالارصاد الجويه بتؤهله من توقع الارصاد والشغل في الملاحه والطيران، غير طبعا التدريس بقى. بس استنى بس معلش، احنا برضو لسه ما خلصناش، فاضل شويه اقسام كده ما كلمتكش عنهم زي قسم الصوتيات وقسم المكتبات. بص يا سيدي، علم الصوتيات مهم جدا في اي لغه، انا لو قعدت كلمتك عن العلم ده مش هنخلص وهيحتاج حلقه لوحده. بس علم الصوتيات مهم في التدقيق اللغوي مثلا ومعالجه اللغه، وده مهم لصناعه المحتويات العلميه مثلا والاعداد والتخاطب، غير دراسه علوم الصوت اللي بتفتح لك مجالات كتير جدا. الصوت ده هندسه لوحده اصلا. طيب والمكتبات، احب اقول لك ان ترتيب اي مكتبه مش بيتم ابدا بشكل عشوائي، نظام الفهرسه والارشفه الخاص بالمكتبات نظام معقد جدا، وده اللي بيتم تعليمه داخل القسم ده، وبيؤهلك للشغل الخاص بالارشيف والمكتبات وتوثيق المعلومات ودور النشر طبعا. خدت بالك ان كل قسم منهم عباره عن ابواب مفتوحه لمجالات كتير قوي في سوق العمل؟ خدت بالك من خريطه الكليات اللي اتكلمنا عنهم؟ اثار، على ألسن، على علم نفس، على هندسه، على تربيه، كتير كده مش هتلاقيه غير في كليه اداب. مجالات ومهن متنوعه مفتوحه قدامك من خلال الكليه دي باذن الله. وفي البلاي ليست الخاصه بكليه اداب هنناقشك بالتفصيل باذن الله الوظائف المتاحه ليك لما تتخرج منها. يعني هقول لك مسميات وظيفيه حقيقيه في سوق العمل، والمهارات اللي المفروض تنميها كمان عشان ما تحتارش وتعرف اكتر ايه اللي قدامك لما تتخرج، والصوره توضح قدامك بالكامل وتحس قدامك كارير من خلالها باذن الله. فبصراحه كده عاوزاك تجاوبني، هل كنت متخيل حجم المجالات اللي بتتدرس جوه الكليه دي؟ قول لي كان انطباعك الاولي عنها، وهل اكتشفت فيها حاجات جديده ولا لا؟ وما تنساش لو عجبتك الحلقه لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، وشير لاصحابك يمكن يستفادوا. اشوفك باذن الله في فيديو جديد. سلام عليكم.